لازو الفلوان شلا بخير وكيستيليم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الكاطو تحفه ولا اروع بطريقه جد سهله توجدوه بالخوف، خاصه يجيب بنين ما شاء الله. جبت لكم لي زاموندين بالكاوكاو بطريقه جد سهله توجدوهم بالخوف ويجوا ما شاء الله. شوفوا بعينيكم والله غير ب 125 غرام ديال مارغرين خرجوا لي 28 حبه. شوفوا بعينيكم هذيك الحبه تجي محمره الله الله والله تحفه، وهذاك الكاوكاو الداخل يجي معسل ما شاء الله. تبعوا فقط الطريقه وغادي تنجحوا فيها ان شاء الله. انجح واروع وصفه تقدروا ديروها اي مبتدئه ديرها غادي تنجح فيها ان شاء الله. وما نطولش عليكم، بسم الله غادي نبداو. بالنسبه للعجينه عندي 125 غرام ديال مارغرين، 2 معالق كبار ديال سكر كلاص مع 2 معالق كبار ديال الزيت و2 معالق كبار ديال المايزينا، حبه بيض ورشه ديال الملح مع لافاني. غادي نخلطهم مليح بالباتور حتى نتحصل على قوام كريمي بهذه الطريقه. شوفوا درك ندير قيس راس ديال المغرف ديال الخميره الكيميائيه شويه برك ما تكثروش، ونلموها بالفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه كيما العجينه ديال لي طارتوليت نفس الطريقه. ونحكم لي مول ديالي لي ميني طارتوليت الصغار بهذه الطريقه، نخدمهم بهذه الطريقه. شوفوا نعاود لكم وحده تشوفوها، ريحان راهي تخدم معايا. نطبعهم كامل بنفس الطريقه. والله خرجوا لي 28 حبه ما شاء الله غير ب 125 غرام ديال المارغرين. هنا راني درت 20 وبعد غادي نكمل العجينه اللي بقات لي ونثقبها بالفرشيطه وغادي نوجدوا الحشو ديالنا. بالنسبه للحشو عندي 3 حبات بيض، عندي عطره ديال الليمون، عندي لافاني، وعندي قشور ديال الليمون لو زيست دو سيترون، وعندي نص كاس ديال السكر، وعندي 125 غرام ديال لا مارغرين تكون دايبه، وعندي 200 غرام ديال الكاوكاو يكون محمص. كما تقدروا تعوضوه باللوز، لكم الاختيار اللوز ولا الكاوكاو. اللي بغى يديرها بالواد كوكو غادي نخليكم الرابط ديال الوصفه، درتها ديجا من قبل معاكم بالواد كوكو تحفه تاني ما شاء الله. بالواد كوكو تجي ولا اروع. غادي نخليكم الرابط ديال الوصفه. في اناء غادي نخلط هذاك السكر والبيض واللافاني، نخلطهم مليح حتى يذوب هذاك السكر، ومن بعد نزيد هذاك الكاوكاو ونزيد لا مارغرين. في هذه الوصفه ضروري قشور ديال الليمون باش تجي ما شاء الله واحد النكهه ما شاء الله. هنايا تشوفوا الخليط ديالكم راه سائل لكن ما تخافوش منه، غادي يتشرب. خليوه من جهه غادي يتشرب، خليوه حوالي 20 دقيقه هكاك ولا غادي يتشرب. من جهه اخرى نحكم الكونفيتور، شاك وحده نديرها مغرف صغيره ما تكثروش، مغرف صغيره ديال القهوه وما تكثروش. شفتوا القوام ديال هذاك الحشو كيفاه ولا راهو شايد روحو، راهو تشرب. كما تعرفوا الكاوكاو يتشرب. كما قلت لكم تقدروا تعوضوا هذيك 200 غرام ديال الكاوكاو تعوضوها باللوز، لكم الاختيار. اللي بغى يديرها باللوز يديرها. انا خدمتها بطريقه جد سهله غير بالكاوكاو. نعمرهم كامل بهذه الطريقه وما تعمرهمش ملي حتى وين يفيضوا، خليو شويه لي سباس باش يتنفخوا بهذه الطريقه. كنت شعلت الفور ديالي على 180 درجه. بالنسبه للتزيين انا عندي كاوكاو افيلي، غادي نعمرهم مليح من الفوق. غادي نغطي كامل هذاك الحشو باش ما يبانش، من بعد بهذه الطريقه نغطي كامل هذاك الحشو وندخلها طيب. نخليها طيب تتحمر. كي نشوفها تحمرت من الاطراف نشعلوها شويه برك من الفوق، عسوها. كي تشعلوها من الفوق عسوها به تحمر، بالك تغفلوا عليها ولا به تحمر من الفوق. غادي نكملهم كامل نديرهم بنفس الطريقه. عطيتكم العجينه والحشو تجي سوا ما يبقى والو، قيس العجينه قيس الحشو. غادي ندخلوهم يطيبوا كما قلت لكم، يتحمروا مليح من التحت. كي نشوفهم تحمروا من الاطراف نشعلوها من الفوق تتحمر وتشوفوها ان شاء الله.
هاليك الحلوه ديالي كي طابت جات ما شاء الله. خليتها حتى وين دفات شويه ودرت لها من الفوق سكر كلاص، رشيتها بالصفايه، رشيت من الفوق سكر كلاص. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، اللي بغى يخليها هكذا يخليها، اللي بغى يديرها السوريز هذاك اللي نشروه في العلب. لكم الاختيار. بالنسبه للتزيين غادي نقطعكم قطعه تشوفوها كيفاه جات لداخل. شوفوا هذاك الكاوكاو جا معسل ما شاء الله، وهذيك العجينه طريه هشيشه، والله غير جربوها ما غاديش تندموا. وما تبخلونيش بهذاك اللايك والاعجاب لا فيديو، وبارطاجيوها بين الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وغادي نخليكم الوصفه في صندوق الوصف الثاني، نخليكم الوصفه ديال لي زاموندين بالواد كوكو. وما نطولش عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله.